السلام عليكم. هولندا تسحق السويد بخماسية، وهذه كانت ردة فعل الجماهير العربية. لنشاهد الفيديو. تنتقم. ايوه هولندا تنتقم. هولندا تنتقم للفريق التونسي من الفريق السويدي. هولندا تنتقم شر انتقام. هولندا تعيد الحقوق لأصحابها، والنتيجة توصل 5-1. منتخب التونسي وجماهير تونس بتقول يا ظالم لك يوم. 5-1 لصالح المنتخب الهولندي على المنتخب السويدي في مباراة كسرت فيها هولندا عظم السويد. السويد لعبت شوية بصراحة بس كسروا عظمهم. بس أنا يعني بعيدا عن موضوع الانتقام، في قصة شغلة بالي بفكر فيها من ساعة ما الهدف الخامس اتسجل. يعني السويد كسبت تونس 5-1، ثم جاءت هولندا وكسبت السويد 5-1. طب على كده السويد تنتصر على تونس 5-1، هولندا تنتصر على السويد 5-1. المباراة جايه هولندا وتونس. بالمناسبة اليوم منتخب السويد ما كان ذاك السوء، خصوصا الشوط الاول، لكن الهولنديين اللي طغوا في هذه المباراة. حتى مع استراحة شرب الماء يعني ايزاك قاعد يقول طب يا حكم كيف ما ينفع تصفر تنهي المباراة. منتخب هولندا يا اخوان يصبح اطول صاحب سلسلة عدم خسارة في تاريخ كأس العالم، 14 مباراة متتالية، ومن وقتها الان اي خسارة خسروها كانت بركلات الترجيح. فولو لايك اخو. السويد اللي ضربت تونس ب5 أهداف بلعت هم ال5 أهداف من هولندا. هولندا كانت محتاجة 12 دقيقة بس عشان تبدأ التهديف، هدفين في الشوط الأول، 3 أهداف في الشوط الثاني، وهدف للسويد، وخلصت 5-1. انت تشوف المباراة، لا الطواحين الهولندية اشتغلت. مش دي هولندا اللي كانت متعادلة مع اليابان بالعافية، يعني ده ماتش اليابان كان تسخين. وتشوف السويد، لا مش دي السويد اللي فازت على تونس بال5. فانت تخلص الماتش ده انت ما انتش عارف، اليابان قوية، السويد قوية، تونس ضعيفة، ما تعرفش ايه اللي حصل. بس تونس محتاجة تفوز في الماتش بتاع اليوم، ما عندهاش حل انها تفوز على اليابان، مع ان اليابان مش سهل. ولكن انا شمتنا فيهم، خدوا نفس النتيجة اللي عطوها لتونس. والطواحين الهولندية واللعب الهولندي شفناه اليوم، وهولندا الطواحين اشتغل. ايه صراحة هولندا كسبة السويد 5، ده على كده منتخب تونس هيتفشخ الماتش الجاي. قسما عظما 20 مليون حلال ثم حلال ثم حلال، احسن من 80 حرام ثم حرام ثم حرام. ابننا هو كبير شوية على كلمة ابننا، عنده 29 تقريبا 30 سنة، بس برضه يبقى ابننا. عامل اسيستين لبلد، والتاني والتالت يصيع. بقول لريال مدريد ترجعه وبعد كده تدفع فيه 20 مليون تاني وبعد كده تجيبه. انا بقول لو جيت معاه للاخر ما تنساش تعمل متابعة ولاك علشان الريتش راح في ذمة الله. التصويره هيفي خفت، يعني السويد اللي ربحتنا 5 كليت اليوم من عند هولندا 5، يعني نحن كنا نلعبوا لهولندا باش ناكلوا 10. فماش بوسيبيليتي نروحوا ما نلعبوش، كاو يزينا ال5 الحمد لله شبعنا، يزينا خلينا نروحوا. المنتخب اللي فاز على تونس خسر بال5، يعني الله يعين تونس على هولندا. والله ما ادري كم النتيجة، ولكن الله يعينهم مع مباراة اليوم الصباح امام اليابان. بالتوفيق لهم، هذا احنا نتمنى لهم التوفيق، ولكن مستوى يليق في الكرة التونسية بإذن الله تعالى. ولكن أمام هولندا الله يستر لا تصير 10، الله يستر. بس بالتوفيق للعرب كلهم. دان معروفة 5-1 لهولندا، نفس نتيجة السويد وتونس. اعمل نفسنا مش شايفين. خلاص فان دي فين بلع كوبري بالكعب تاريخي من إيلانجا، بس أنا ما شفتش حد يتفرج على فيلم ألف مبروك. لو اتفرجت على الفيلم هتحس إن فعلا الفيلم حقيقي. هتقول ايه ده يا جماعة، دي ماسونية. ال3 أهداف من ال5 عن طريق كرة أرضية وهدف من المهاجم. أي واحد بيخش يعدي بيسلم على السويد وبيديهم على قفاهم. الهم والغم، الفول والطعمية، التيتا في الننة والننة في التيتا. طبعا هتقول لك كريم ما تأفرش، أقول لك ما أفرش إيه ده، 20 تسديدة منهم 9 على المرمى وسجلوا هدف واحد. وهولندا 12 تسديدة منهم 7 على المرمى سجلوا 5. 7 سجلوا 5. انا طول عمري اسمع عن المدرب السباك، اول مره اشوفه. جراهام بوتر ده انت هاري بوتر، ده انت عايز مقشه يا راجل، يا راجل دي. باللي شفته النهارده ما اقدرش اقول الا كان الله في عون منتخب تونس. منتخب السويد يا صديقي اللي رزع لمنتخب تونس وقدر يكسبه 5-1، النهارده بيشيل بنفس السكور من منتخب هولندا 5-1. هتكلم يا صديقي عن الطور الهاجل اللاعب براين بروبي نجم نادي ساندرلاند في البريمير ليج، ولا هتكلم يا صديقي عن جناح ليفربول اللاعب كودي جاكبو اللي في 7 دقايق بس سجل النهارده هدفين على مرمى السويد. اللاعب الرايق ومتعه في كره القدم حرفيا اللاعب سامر
عشان منتخب هولندا صديقي يخش قائمه العظماء ويسجل 100 هدف في تاريخه في كاس العالم. اثبت لك انت يا صديقي ان المنتخب السويدي منتخب ضعيف حرفيا، ولكن المنتخب التونسي اللي اداله اكبر من حقه، واللعيبه كانت نازله قلقانه. انا مش عارف من ايه بجد، انا مش عارف اقول للمنتخب التونسي اللي عنده مباراتين جاحين بالمعنى، اولهم النهارده قدام الكمبيوتر منتخب اليابان، ثالث مباراه والاخيره ليه قدام المنتخب الهولندي المرعب. اكتبوا لي في الكومنتات هل المنتخب التونسي يا صديقي لسه عنده فرصه للصعود؟ ردوا حقكم يا تونس. طبعا حق تونس اللي رجع من هولندا بخماسيه على السويد، بس ما تفرحش يا اخويا التونسي، يعني انت هتلاعب هولندا اللي كسبت السويد 5 اللي السويد كسبتها يعني انت شيل بقى. بس موضوع ان اولادنا متالقين في كاس العالم ده مسكوت عنه شويتين. اقسم بالله بالاداء اللي انتوا بتعملوه في كاس العالم ده بولادنا اللي لسه جاي جديد ده، الصفقه الجديده اللي عامل النهارده اسيستين، اقسم بالله لو رجعتوا النادي انا منتظر، يعني لو كل واحد فيكم ما تالقش نفس التالق ده واكتر انا هعتزل انا يعني انا منتظر لو في الاخر موسم انا في احترامي لمنتخباتكم كلها، بس انا اللي يلزمني نادي ريال مدريد ترجعوا النادي تطلعوا نار من بقوك كلكم بعيدا بقى عن منتخب هولندا كله وعن لعيبه منتخب هولندا كلها. ولدنا ده اللي يهمني، ولدنا عامل النهارده اسيستين عالميين، يعني حاجات عرضيات كده بيدي عرضيات يعني بلسم، حاجات هدايا حرفيا. ديمفريس يعني ظهير اي حد يتمناه، لاعب هجوميا قوي، دفاعيا قوي، عرضياته عالميه. لما يكون عندك ظهير زي ده فيعني ان شاء الله باذن الله يعني يتالق معانا. اي 5 وخميس عليك يا العياري. معناها السويد تربحنا احنا 5-1، والسويد هي نفسها تخسر 5-1 كونتر هولندا اللي تيجا باش نلعبولها في الوحدة الاخرى 5. برس امك يا رونار، برس اللي عز عليك، نعمل على ربي وعليك بربي. ماتش اليوم تعديه على خير، وماتش هولندا يا ربي ادعيوا معايا 5. ألف في تاريخ كأس العالم. والله رسالة للاعبين، والله العظيم لنا طالبين منكم انكم تربحوا، ماناش طالبين منكم انكم تخسروا، طالبين حاجه بركه، طالبين نشوفوا رياكسيون، نشوفوا عباد بالرسمي حاسه على المريول اللي لبسته، حاسه على الدرابو اللي لبسته بالرسمي، نحب نشوفوا رياكسيون. اخسروا اما نشوفوا بعيدين ثم رياكسيون، نشوفوا بالرسمي ثم عباد قاعده تكور على المريول اللي لبسته، ثم عباد قاعده تحاول، ثم عباد مسافه على خاطركم، ثم عباد سهرت لكم للصباح، ثم عباد باش تفيق لكم بالذمه، ثم عباد صارفه فلوس، ثم عباد طالبين حاجه بركه، رياكسيون من اللاعبين، من المدرب، من الناس الكل، ان يحاولوا يشرفوا. لو خاطر خساره 5-1 راه خساره مهينه بكل المقاييس. التوانسه اللي في المكسيك ضحكوا عليهم تبودوا عليهم ريوسهم في القاع. دونك كل ما طالبين منكم رياكسيون. تسحق السويد بال5. كيف السويد فازت على تونس 5؟ لا واضح فازوا بسوء تونس مش بقوتهم. 5 بالنتائج الحالية. هولندا تقابل المغرب إذا تصدرت هولندا والمغرب وصيف. السعودية لو أخذت الوصافة مثلا هتقابل الأرجنتين. لا بحلم بيك، اعمل الإضافة واعطي رأيك على من ده 5. فده دقر اللي دقرك 5، شكلك هتاخد 10 مستريح. ما انا عارف الشغل ده بقى، عارف الشغل ده. تتألق لي في كاس العالم واسيستين وتساهم في 4 تجوان، ما في غيرك 4 خرفان تانيين عاملين نفس عارف انا الشغل ده، عارف انك هتيجي ريال مدريد ما بتعرفش تسنتر. بس والله يا جدعان في حاجه غريبه قوي، لعيبه ليفربول غريبه قوي في كاس العالم. عجبوا كاس العالم اللي فات كان غريب، وبص السنه دي اكتر لعيبه مساهمه في كاس العالم ايساك ب4 مساهمات وجاكبو 3 مساهمات. هي العلال دي بتبقى يعني هورني في كاس العالم بس. ما انا عارف برضو الشغل ده، انا حاسك ياد مش حاسك يا انت في مش تونس اليابان يا الاولاد نحبوا ندخل التاريخ يهديكم. العالم الكل باش يتفرج خاطرها المباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال. في الفيديو هذا باش نلخص لك كل شيء. تحب الملعب انت، التوقيت، المباراة، الطاقم التحكيم، القنوات الناقلة، المعلق، الكل باش تلقاهم في الفيديو هذا. ما تخسرش علينا اللايك والكومنت، وما غير ما نوصيك خويا ماكش متابعك المتابعة تي سهلة برشا، تشوف المعلومات الكبيرة. انت باش تحير في متابعة او هكا، يلا حط متابعة باش تشجعني اكثر
وش نعطيك التفاصيل. المباراة رقم 1000 في المونديال. يا الولاد عندكم الزهر انكم باش تلعبوا باش تكتبوا التاريخ. خلينا نربحوا خلينا نوريوهم اللي نحنا قادرين. مباراة فجر يوم الأحد يا التونسي. نهار الأحد دريت باش تقوم الفجر 5 متاع الصباح باش تتفرج في الماتش. المباراة باش تتلعب في ملعب مونتيري استاديو BBVA. يا معلق وين باش تتفرجوا في الماتش؟ سهل برشا. عندك البين سبور ماكس 2 والبين سبور ماكس 4 هذوما مشفرين. في الماكس 2 عصام الشوالي علق، في الماكس 4 عامر الخضيري علق، وفما نسبة كبيرة انه يتعدى الماتش على قناة بي ان سبور المفتوح او كخبير على الطاير ومش مؤكد. بالنسبة لطاقم التحكيم حكم المباراة الرئيسي استيفان كوفاتش الروماني، يساعدوا كل من ميهاي ماريكا وفيرينغ تونيجي هذوما رومانيين زادة. الحكم الرابع خوان جابرييل كالديرون من كوستاريكا، والحكم المساعد الاحتياطي هو خوان كارلوس مورا كذلك من كوستاريكا. الولاد والله عنا ثقة كبيرة فيكم، ان شاء الله ما تخيبوناش. والله يعجبني ايرفي رونار اليوم كي قال كان ماناش باش نلعبوا على الربح ما ونروحوا خير. اليوم قالها في المؤتمر الصحفي تصريح اخر قالوا رونار اليوم وعجبني برشا، قال الحديث سهل برشا، لازمنا ردة الفعل، وردة الفعل لازم تكون موجودة غدوة. واضح جدا التشكيلة ما يعرفها حتى واحد الى حد الان، لانه رونار قالوا لهم اللاعبين وما يعرفوش رواحهم باش يلعبوا اساسيين ولا ما همش عارفين رواحهم ومش عارفين التشكيله. قال نحب نخلي الملاعبيه الكل مركزين في وسط الماتش. ومدرب اليابان هاجيمي مورياسو شنو قال لك سنحاول الانتصار من اجل الاميره اميره اليابان باش تكون موجوده في الماتش ويا ساتر. هاجيمي مورياسو تكلم كذلك قال لك تونس نسخة رونار راهو متأكد باش تكون نسخة مختلفة على ماتش السويد. قال أعرف رونار جيدا سيخرج الأفضل من لاعبي المنتخب التونسي. فعلا مورياسو يعرف رونار، ورونار يعرف المنتخب الياباني جيدا، مع السعودية لعب لهم ويعرفهم في آسيا ويعرف خططهم ويعرف تكتيكهم وقوتهم وضعفهم وكل شيء، وهذا إن شاء الله يساعدنا برشا. مباراة ال1000 مباراة تاريخية، يا الولاد فيقوا يا الولاد، فرصتنا هذه مباراتكم التاريخية اللي باش يلعبها المباراة رقم 1000 هذه في المونديال، مش يدخل التاريخ. شخصيات كبيرة باش تكون موجودة في الستاد، دخلة وتيفو للجماهير التونسية كذلك، إن شاء الله مربوحة المنتخب التونسي. الفكرة إني نخسر 5 ضد منتخب عادي جدا. العباد الكل بدأت تخمم في ماتش اليابان وبدأت تقول لك النجم نربح والنجم نجيب نول. كان أنا مازال مخي خمم إني خايف لا نقبل برشا مرة أخرى وخايف لا نخرج بفضيحة مرة أخرى. يا جراندي يا جراندي، ايش باش نقول لك واش باش نحكي لك على الشيء اللي عملوا فينا المنتخب الوطني التونسي في الورد كاب هذه. تعالى ربي وكهو ان شاء الله نعملوا ماتش باهي، وان شاء الله نخرجوا باقل الاضرار حتى لو كان ما ربحناش، وان شاء الله زينه نقعدوا ديما متفائلين وكهو. نسبة كبيرة أيمن دحمان باش يكون حارس المنتخب في مباراة اليابان، وبالنسبة لي زاد الحقيقة وبصراحة وخلينا نقولوها راهو ما فماش فرق كبير ما بين دحمان وإلا صبري بن حسن، زوز حراس ممتازين، زوز توانسة وزوز باش يحاولوا يعطيوا أكثر ما يمكن. فقط حاجة واحدة، خلي الشامخ يرتاح شوية، ما تجيش بأنك تلعب جارديان قابل 11 بونتو في 3 راحين يردوا بكم تغلطوا غلطة وتحاولوا تلعبوه، على خاطر لا قدر الله نخسروا بطبيعتنا قدام اليابان وتزيدوا تحطموا تزيدوا على ما بيه الجول هذاك. دونك خلينا في دحمان ولا في صبري بن حسن اللي باش يلعب مبروك. المهم يحاول أكثر ما يمكن يسبورتي اصحابه ويحاول اكثر ما يمكن يكون واقف ومركز وبالرسمي، على خاطر الجارديان في ماتش اليابان بالذات راهو باش يفرق معاك مهما كانت الظروف. تونس خسرت 5-1 من السويد. يا جماعه هاي هي السويد اللي اكتسحت تونس. هولندا دخلت المباراه وخلت السويد تركض ورا الكره، مستوى باهت، اخطاء بالجمله ولا اي رده فعل. وبصراحه كل ما اشوف المباراه اكثر بصير عندي سؤال واحد، كيف تونس استقبلت 5 أهداف من هالفريق؟ إذا هولندا هيك مسحت الأرض بالسويد، فشو راح يصير لما تونس تلعب مع هولندا؟ شو هذا؟ هولندا فازت على السويد 5، اللي فازوا على تونس 5 منهم السويد. كمان كم يوم هولندا راح تلعب مع تونس، واليوم مباراة تونس مع اليابان. وأنا بقول لك تونس راح تفوز على هولندا وتفوز اليوم على اليابان. اتذكر كلامي، شايف المجموعة مستحيل حد يتوقع تأهل تونس متأهلة مع هولندا، تونس متأهلة مع هولندا، وأنا على تحدي مع الجميع. عبالك إن هولندا رح تفوز على تونس؟ لا يا قريبي، تونس صار عندهم مدرب جديد. 12 مليون اما 12 مليون تونسي حي الراو. كي نضربوا واحد بعيننا نسقطوه، كي نحطوا واحد في مخنا نسقطوه، كي يضربنا واحد ولا يضرنا واحد رانا نسقطوه.
تضربنا ب5 تاكل 5. هذاك هو شعارنا اليوم. 5 من عند هولندا، في كل بونتو راني متمتع، في كل هدف راني شايخ، في كل ثنائيه راني نقول بالإيه، في كل شبكه تتقطع نزيد نقول له زيد من 5. يودي راهو الشعب التونسي ما يرحمش، راهو الشعب التونسي يسقطك ما يرحمكش، يطيحك ما يوقفكش من تونس من 5. اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك 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 يلعن، اضحك اضحك. شكرا لكم جزيلا ومن كل أعماق قلبي، لا أعرف كيف سأشكركم. شكرا على التفاعل الرهيب، شكرا لكم على تعليقاتكم الجميلة، شكرا من القلب. وهنا يكون الفيديو قد انتهى. لا تنسوا دعمنا يا أصدقاء باللايك، وضعوا لنا تعليقا محفز فأنا أقرأ جميع التعليقات. شكرا لكم، شكرا من القلب. السلام عليكم.